أنا العقيد معمر القذافي قائد الثورة الليبية ومؤسس الجماهيرية، واليوم أقص عليكم كيف استشهدت وكيف قتلني باراك أوباما ونيكولا ساركوزي، وكيف كنت على حق في كل ما قلته بينما أنتم تضحكون على ما أقول قبل أن ينفجر الجحيم في وجوهكم. عام 2011 اندلعت الاحتجاجات في تونس ومصر، وكرجل عسكري وأقدم زعيم عربي في ذلك الوقت كانت الرؤية أمامي واضحة عن كل البشر. ما يجرى هو صناعة غربية وثورة ملونة مثل التي حاولوا صناعتها في كوبا ونجحوا في صناعتها في أوروبا الشرقية ويوغوسلافيا. حذرتكم إنه النفط سوف يباع في السوق السوداء ببخس الثمن وحدث. حذرتكم من تواجد القاعدة في ليبيا، ومن بعد كانت ليبيا منصة للقاعدة وأبنائها سواء داعش أو غيره لضرب مصر الحبيبة والأشقاء الأفارقة في غرب إفريقيا. ما جرى من تمدد للإرهاب في غرب إفريقيا مثل مالي وتشاد والنيجر لم يكن ليحدث لولا تفكيك الجماهيرية الليبية. حذرتكم من أنكم سوف تصبحون بلا وطن، وسوف تهرولون إلى أوروبا في سفن غير شرعية. واليوم أصبحت ليبيا منصة للهجرة غير الشرعية. ما تقوم به روسيا والصين اليوم من إيجاد عملة بديلة للدولار والعملات الغربية واستخدام الذهب، هي الفكرة التي بدأتها بالفعل في السنوات العشر قبل استشهادي. معرفتي بقرب اكتشاف الغاز على سواحل ليبيا كما جرى مع مصر هو سبب استشهادي. أدرك الغرب أن قائد الثورة الليبية أصبح أكثر خطرا مما تحتمله دوائر الغرب، وكان سيرك ما اسمه الثورة الليبية، بينما كانت حرب أهلية ما هو الغرض منه اغتيالي فحسب. أرصدتي في البنوك الغربية تمت سرقتها بالكامل كما فعلوا مع احتياط العراق من الذهب، وكما فعلوا مع الذهب الليبي. رغم حاولت الدول الوظيفية بالمنطقة حاولت وضع يديها على آبار النفط ومنصات الغاز الليبي لولا رسم القائد البطل عبد الفتاح السيسي للخط الأحمر وتشرذمت أحلام العملاء في بلادي. لم أخطط لعملة إفريقية موحدة بغطاء من الذهب يجعلنا نستغني عن الدولار واليورو والفرنك الفرنسي الإفريقي فحسب، ولكن أيضا بدأت في مخطط لمد أنبوب نفط من خليج غينيا وغرب إفريقيا إلى ليبيا نيجريا والنيجر ومالي وتشاد. وبالطبع كما تعرفون اليوم ما إن بدأت في هذا المخطط حتى ابتكر الغرب بوكو حرام في نيجيريا، ثم بدأ في حقن غرب إفريقيا ودول خليج غينيا بجماعات الإسلام السياسي. وما الإسلاميين سوى جماعات وظيفية وقطع شطرنج بيد الغرب منذ أن صنعهم قبل 300 عام على يد المخابرات البريطانية، ثم أصبحت لعبة الإسلاميين لعبة دولية مشتركة ما بين ألمانيا وأمريكا وبريطانيا. وأنا قمت بتمويل حملة الفرنسي نيكولا ساركوزي. كان أملي أن نصنع رئيسا فرنسيا موالي لها كما يفعل الغرب، ذلك ويصنع رؤساء وثورات مواليهم لهم في بلادنا. ولكن أتى المشروع الأمريكي وصدر قرار قتلي في اجتماع ضم أوباما وساركوزي، وقام الناتو بقصف موكبي وتسليمي للغوغاء لقتلي. أين ليبيا اليوم؟ هل يعجبكم يا شعب حياتكم اليوم من غيري؟ طلعوكم أن السبب في تأخر بلادكم. هل تقدمت ليبيا اليوم؟ منقسمين إلى 3 دويلات وقوات أجنبية ومنصة إرهاب العالمية ومنصة هجرة غير شرعية. ليبيا اليوم بها 4 رؤساء، ومع ذلك لا أحد يحكم ليبيا فعليا سوى الفوضى. تحدث لكم في العام 2023 الآن انتهت موجة المشروع الأمريكي المسمى بالربيع العربي، ويحضر الغرب جولة جديدة، وأنا لأحذر كافة الشعوب العربية والإفريقية من سذاجة آبائكم عام 2011 ومراهقتكم السياسية والثورية منذ أكثر من 10 سنوات. حينما يخرج عليكم الأشكال المشبوهة لتشويه حكامكم اعرفوا أنكم أول الضحايا. حينما يخبرونكم أن كافة مشاكلكم سوف يتم حلها بإسقاط الدولة والحكومة والرئيس اعرفوا أنكم أول الضحايا. أسقطوا معمر القذافي وزين العابدين بن علي وعلى عبد الله صالح وحتى بشار الأسد. فأخبروني اليوم، هل أصبحت تونس وليبيا واليمن وسوريا وحتى العراق ولبنان دول متقدمة وشعوبها تعيش في رخاء وسعادة؟ هل يجب أن يكرر الغرب خدعته كل عقده حتى نصبح الأمة التي ضحك العالم عليها من جهلها وسذاجتها؟ كل الحذر يا عرب، المؤامرة مستمرة، المؤامرة مستمرة.
المؤامرة مستمرة